عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي عالم عمران. اليوم ان شاء الله غادي نحضر فيديو جديد اللي هو الطريقه ديال العجن ديال الخبز ديال النخاله اللي بعض البنات طلبوني عليه صراحه. بغاو يديروه كمشروع، يعني بغاو يديروا مشروع ديال بيع الخبز، يعني يصوبوا في الدار ويبيعوه الحوان، تيبيعوه في الشارع، يبيعوه للناس، يعني يجيهم طلبات. غادي نوريكم الطريقه ان شاء الله. عندنا هذا الدقيق ديال الفورص، وهذا الدقيق ديال القمح. الدقيق ديال الفورص هذا كيلو ونص ديال الفورص، وهذه ما كاملاش ربعه ديال القمح. علاش القمح قليل؟ حيت الخبز ديال النخاله كيجي قاصح شويه، يعني من الاحسن نكثروا فيه الفورص. وحتى الا ما بغيناش نديروا القمح ما نديروش، يعني ماشي مشكل. عندنا الخميره كيف العاده، عندنا الملحه. انا هنا ما درتش السكر لان الناس بحال هكا اللي غادي يديروه كمشروع هذا الخبز من الاحسن ما يديروش فيه السكر، لان الناس اللي كتقدى من الحانوت يقدر يكون فيهم السكر وحنا نتسببوا لهم في ضرر. يعني بلاش منه، غير المليحه والخميره والدقيق راه كافي، والماء سخون عادي، ونعجنوا العجينه ديالتنا ونخليوها حتى تخمر. غير هي نعجنوها وتكون متلوقه شويه، يعني ما تكونش قاصحه، يعني تكون متلوقه شويه وتكون مدلوكه مزيان. غادي نعجن وتشوفوا معايا من بعد ان شاء الله. السلام عليكم. ها هي العجينه ديالي من بعد ما عجنتها مزيان وخليتها تخمر. هاي دابا خمرات ليا. غادي نحاول نقطعها كرات صغار، ومن بعد نقرصهم، يعني نقرصهم في هذه النخاله هذه. غادي نقرصهم فيها، يعني هذه النخاله راها مغربله، يعني ما تجيوش ديروها هكا لانها كتكون مخلطه بالزبل ديال النخاله. المهم غادي نقرصها في هذه النخاله، وغادي نوريكم قداش الحجم، يعني اللي كتحتاجي يعني الا بغيتي تبيعي على برا او للحانوت، يعني غادي نوريك الكرات قداش غادي يقدوا. ها هما الكويرات ديالي، ها هما قرصتهم ودرتهم في النخاله. ها هما قد هذا القياس هذا، يعني اللي كورتهم في هذا القياس هذا، يعني ماشي كبار بزاف بحال البطبوط. البطبوط يعني الكبير، ماشي داك البطبوط الصغير، يعني الميني. وغادي نخليهم حتى يخمروا، يعني حتى يطلعوا، ما نجيوش نقرصهم باش ما يعوجوش ليا وباش يجوا طالعين. يعني غادي نخليهم حتى يطلعوا مزيان، واحد 10 دقائق هكاك، او لا حتى 15 دقيقه نخليهم يطلعوا. عاد ديك الساعات نطلقهم ونخليهم حتى يخمروا ونطيبهم ان شاء الله. يا السلام عليكم. ها هما الخبيزات ديالي من بعد ما خمروا ليا، بديت نطلق فيهم. ها هما، يعني ما خصهمش يكونوا رقاق بزاف، ما خصهمش يكونوا غلاظ، يعني قد هذا القياس هذا. ها نتوما كتشوفوا معايا. حيت علاش هذا القياس هذا هكا صغار، على قبل الخبز ديال الحانوت هكا كيبغي، يعني هذا القياس هذا ما يكونش كبير بزاف، ما يكونش صغير بزاف، يعني القياس ديال الحانوت راكم عارفينه. بغيتو ديروهم كبار، يعني على قبل الناس اللي كيبيعوا في الشارع راه غادي يديروهم كبار. غير هو خصكم تخلوهم حتى يطلقوا باش ما يعوجوش لكم في البلاصه، يطلقوا لكم، ما تبقاوش معصبين معاهم. يعني انا غادي نكمل على هذه الطريقه هذه، وغادي نخليهم حتى يخمروا، عاد غادي نطيبهم ونوريكم النتيجه ان شاء الله كيفاش غادي تكون ان شاء الله. تبعوا معايا. ها هو الخبز ديالي من بعد ما خمر وطيبته. ها هما كما كتشوفوا معايا، عفوا، يعني كيجي كيعطي كميه كبيره، يعني غير كيلو ديال الدقيق كيعطي الكميه. ومازال عندي باقي الخبز كيطيب، يعني انا غير بغيت نصور لكم هذا الشيء اللي طيب دابا.
يعني هو راه مشروع مربح. غير توكلوا على الله، يعني كيعطي ربح زوين، وهو حلال طيب، ويمكن اي سيده ديرو في البيت ديالها. يعني جالسه ما فيها باس، يعني الا ما كيدخل عندها حتى شي، ما عندها حتى شي دخل، انها تبدا بهذا المشروع. يعني الخبز في الدار ماشي عيب، تخرجوا للحوان، تعطي لشي واحد كروسه يدير فيها الخبز ويعاونها، يعني ما فيها حتى شي باس. وكنشكركم على المتابعه، ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا بزاف لكم.